فضلا وليس أمرا، قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، بارك الله فيك. ارتفعت حصيلة الحادث الذي وقع في ولاية غليزان صبيحة اليوم الجمعة إلى 20 جريحا، تتراوح أعمارهم ما بين 2 و38 سنة. وأفاد بيان الحماية المدنية الجمعة لولاية غليزان أن مصالحها تدخلت على الساعة 8 صباحا من أجل حادث اصطدام بين سيارة وحافلة بالطريق شرب غر قرب بلدية ودائرة يلل. وأشارت حصيلة أولية للمصالح ذاتها إلى إصابة 7 أشخاص لهم جروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي لولاية غليزان. وفي الأخير نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.